الراجل ابو كرش بقى فتى احلام البنات. والله زي ما بقول لك كده، اصلك ما تعرفش ايام الفراعنه الراجل ابو كرش كانت مكانته كبيره ازاي. هتقولي هنا وتوقفني، هو اصلا كان في رجاله بكرش ايام الفراعنه؟ هقول لك ايوه، كان في رجاله بكرش. كل ده واكتر هتعرفوه هنا في برنامج علمي علمي. هو ليه الناس فاكرة إن كلمة كرش وحشة ونفضل بقى نعاير الرجل أبو كرش؟ طب تعرف بقى إن كلمة الكرش ومتربي على السمن البلدي من اللغة المصرية القديمة، من كلمة كر شا ومعناها عظيم المصران، يعني بطنه كبيرة. المصريين كان عندهم كرش. طبعا دول الأثرياء والأغنياء، يعني ما تزعلش إنك عندك كرش، ده أنت من الأثرياء يا عم. خد بقى المفاجأة، مش إحنا في أغنية في رمضان بتقول وحوي يا وحوي إياحة، وكلنا بنرددها من زمن الزمن، بس الكلمة دي بقى أصلها فرعوني. تخيل. تعالى بقى وانا احكي لك الحكايه كلها. ان بعد انتصار احمس قاهر الهكسوس، خرج الشعب المصري يحيي الملكه اياح ام الملك احمس قاهر الهكسوس، فكانوا بيقولوا واه واه اياح، ومعناها تعيش اياح. احنا بقى حطينا التاتش بتاعنا وقلنا وحوي يا وحوي اياح. طب عارف بقى اغنيه عدويه الصح الدح البوس؟ اكيد انت مش فاهم ايه الصح الدح ده. اهي كلمه الدح معناها ملابس عند الفراعنه. هتقولي طب ايه علاقتها عشان تتقال في الاغنيه؟ هقولك علمي علمك، ويا ريت لو الاستاذ عدويه يطلع يفهمني. طب شفت بقى لما ام العيال تقعد تقول للعيال الصغيره كيكه؟ اهي كلمه كيكه دي من ايام الفراعنه ومعناها القذار. طب فاكر لما الست الوالده كانت عشان تخليك تمشي وتشجعك كانت تفضل تقول لك تاتا خدتي العتبة؟ اهي كلمة تاتا في الأصل برضو متاخدة من الفراعنة ومعناها امشي. ده حتى كرسي البعبع متاخدة من الفراعنة، بس زمان بقى كانوا بيقولوا بو، وده اسم عفريت مصري كانوا بيستخدموه عشان يخوفوا الأطفال. يعني من زمان وهم مربيين أصلا العيال الرعب. طب أقول لك على حاجة، احنا حتى الأكل اللي بناكله فرعوني واحنا ما نعرفش. يعني عندك مثلا كلمة بيسارة كان اسمها أيام الفراعنة بيسترو ومعناها الفول المطبوخ. طب شفت بقى لما بتلاقيش رد على أصحابك خشات وتقول لهم اهي كلمة معناها عند المصريين القدماء الاكل والشرب. يعني انت وانت بتقول لاصحابك انت مش لاقي رد، معناها انا جعان او اكل وشرب. طب تعرف ان هما في موسم الشتاء كانوا دايما يغنوا اغنيه يا مطره رخي رخي، اي معناها يا مطره انزلي انزلي. ما تستغربش كده، ده كلمه كاني ومالي ايام الفراعنه اصلها السمن والعسل. في كلمات تانية كتير قوي احنا بننطقها وهي اصلها فرعوني واحنا مش عارفين. اللي عارف بقى كلمات اكتر مستنيه تقولوا لي كل ده في الكومنتات. لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لايك وفولو للبيج عشان برضه يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش تعمل شير لاصحابك عشان يشوفوا الفيديو، ولو هم عارفين كلمات اكتر يقولها. ولو انت برضه بتشوفنا على التيك توك ما تنساش تعمل فولو. علمي علمك، ما هي يعني لازم عشان تختمها. يا ستي ما انت بتختمها. ما ختمناها اهو صح. لا اديني واحده تانية بقى عشان انا بحب اتفرج عليها لوحدي. انا فاكره انت تقعد تتريق عليها.